سمعتي قبل كده عن كيكة الزبادي؟ لو ما سمعتيش عنها تعالي اكلمك عنها. حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. القلب بتاعها من جوه بيكون مفرغ وطرية بطريقة غير عادية. حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. مش هتاخد معاكي 10 دقايق في التحضير، يمكن اللي هيأخرها هو التسوية بس، لكن التحضير بتاعها حرفيا مش هياخد منك 10 دقايق. وصينية واحدة والله يعني عن تجربة مش هتكفي. علشان تعملي كده تعملي صينيتين كده او 3 وتدي منها كمان لكل حبايبك. يلا بقى كده حطوا لي اللايك، واللي مش مشترك في قناتي يشترك. جبت البوله ونزلت فيها ب4 بيضات زي ما انتم شايفين، واكياس الفانيليا دي كده اللي هي الصغيره، انا نزلت ب3 اكياس من الفانيليا. رشتها كده على البيض وبدات كده اخفق البيض بالمضرب اليدوي. انا النهارده بقى كده ايه هعملها معاكم بطريقه، يعني هحاول ابسطها لكم خالص خالص، ولا هستخدم بقى خلاط ولا كبه ولا مضرب كهربائي ولا الحاجات دي. كل حاجه النهارده بالمضرب اليدوي. بعد كده ما ضربت ال4 بيضات، وبعد ما حطيت عليهم الفانيليا نزلت عليها بكوبايه من السكر، وهنقلب برده كويس جدا لحد كده ما نحس ان السكر بدأ كده يختفي. عايزه نقول لكم ان انا هسيب لكم كل المقادير والمكونات في صندوق الوصف. اللي مش عارف مكان صندوق الوصف، هو سهم صغير على ايدك الشمال، هتضغطي عليه هتلاقيني كاتبالك كل حاجه في صندوق الوصف. بعد كده بقى ايه ما السكر كده داب، نزلت بكوبايه من الزيت. يفضل ان انت تستخدمي نوع كويس من الزيت، بلاش زيت التموين، ابعدي عنه علشان ما يعمل لناش ريحه كده مش كويسه للكيكه. هتبداوا برده كده بالمضرب اليدوي تقلبوا. بعد بقى ما بتحطوا الزيت بتحسوا كده ان القوام بدأ كده يتقل شويه. هنزل بقى كده على الكميه دي كلها ب3 كوبايات من الزبادي. 3 كوبايات من الزبادي ما يعادل كوبايه من الحليب. عايزه نقول لكم بقى يعني هيفرق جدا جدا في الكيكه بتاعتنا النهارده. هبدأ برضو كده بالمضرب اليدوي افكك الزبادي كويس جدا، واقلبه كويس مع الزيت مع البيض مع السكر والحاجات اللي انا حطيتها كويس جدا. بعد بقى كده ما اللون كده بدأ يفتح معايا، هنزل بقى بالدقيق بتاعي. عايزه نقول لكم اهم حاجه بقى في الدقيق ان احنا ننخل الدقيق. انا حطيت كوبايتين من الدقيق ونخلتهم برضو زي ما انتم شايفين كده. يبقى اهم حاجه ان احنا ننخل الدقيق. ونزلت عليها بكيس من البيكنج باودر اللي هو ال 16 جرام، وهنزل عليهم بمعلقتين من النشا، معلقتين ممسوحين. طيب ايه اللي هينجح الكيكه بتاعتنا؟ يا جماعه خلوا بالكم ان الكيكه مش بتنضرب جامد، يعني يا دوب كده كل الحاجات اللي هي المواد السائله دي بتلف كده مع الدقيق. لو انت فضلتي تضربي الدقيق مع المواد السائله كتير كتير هيتحول معاكي العيش، فهي يا دوب كده بتاخد تقليبه ونحس كده ان الدقيق اختفى. يعني حاجه بسيطه جدا كده زي ما انتم شايفين. بالسباتيولا كده برضو ببدأ كده الم الجوانب علشان ما احسش كده ان يكون في دقيق في الجوانب، وبرضو بقلب وكله بيكون في اتجاه واحد. وخلوا بالكم لو تلاحظوا ان الكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق والزيت والسكر هي كوبايه واحده، يعني لازم المعايير كلها تكون بكوبايه واحده. زي ما انتم شايفين كده اهو القوام بتاع الكيكه معانا اهو في منتهى الجمال. يبقى خلوا بالكم ما تقلبوش الكيكه كتير علشان ما تتحولش معاكم لعيش. وبالسباتيولا كده بدي كده تقليبه علشان اتاكد ان الدقيق كله دخل في الخليط ومفيش اي حاجه لازقه في القعر بتاع البوله. ادي القوام بتاع الكيكه بتاعتي. هجيب بقى كده الصينيه او القارب اللي انا هعمل فيه الكيكه، وهديها كده برضو دهنه من الزيت وتعفيره من الدقيق. ويعني هنوزع بقى كده الدقيق كده في الصينيه كده زي ما انتم شايفين. وهنبدا بقى كده نصب الخليط بتاع الكيكه. عايزه نقول لكم والله يا جماعه سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي افتكاسات، بس عايزه نقول لكم فعلا طعمها في منتهى الجمال، وقد ايه القلب بتاعها مفرغ من جوه. بالنسبه بقى كده للتسويه، انا كنت مشغله النار من بدايه ما بدات كده اعمل الكيكه، يعني هو يا دوب كده التحضير بتاعها مش هياخد معانا 10 دقايق. هديها خبطتين وهدخلها الفرن رف اوسط على درجة حرارة 180، وغمضوا عينيكم كده وفتحوها. بصوا شايفين شكل صينية الكيكة؟ حاجة كده والله يا جماعة وهم، يعني أنا حرفيا ندمت ان انا عملت واحده. يعني الصينيه الواحده دي اتاكلت بسرعه غير طبيعيه. لو تشوفوا الكواليس بتاعتي النهارده هتستغربوا. جبت بقى كده صينيه وقلبت برضو الكيكه. بصوا شايفين يعني حاجه كده ما شاء الله. وشوفوا انا بقلبها بايديا كده في منتهى الجمال وفي منتهى السهوله. يعني عايزه نقول لكم ان صينيه واحده مش
هتكفي. علشان تعملي كيكة الزبادي اعملي صينية أو 2 أو 3، يقوموا بقى كده ولادك ياكلوا منها بقى بالليل مع كوباية شاي بلبن، الصبح برضو يفطروا منها. بصوا شايفين قد ايه هي هشة، وقد ايه والله يا جماعة القلب بتاعها مفرغ من جوه. يعني مش عايزة نقول لكم اللي هي مكتومة، لا هي مرتفعة، وما شاء الله القلب بتاعها من جوه ذات نفسه مفرغ، يعني تحسوا كده بتفريغ في الكيكة. انا هقسمها لكم كده دلوقتي وهوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوها، وان شاء الله تعملوا لكم صينيه كده ولا 2 ولا 3، والله بقى كده لما تروحوا كده زياره كده لحد ممكن تعملوها. بصوا يعني انا بقسمها لكم، يعني قد ايه القلب بتاعها مفرغ من جوه بطريقه غير عاديه. والله يمكن انا عندي كمان التصوير بيكون ظالم الحاجه، لكن هي بره التصوير اجمل كتير كتير ما انتوا شايفينها. قطعوها بقى كده باي شكل انتوا عايزينه، ممكن بقى تقطعوها اللي هي المثلثات. انا قطعتها كده ايه اللي هي الترانشات، اللي هي لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. عايزه نقول لكم والله يا جماعه حرفيا خطيره، جربوها. كيكه الزبادي احسن كتير كتير من اي كيكه تانية. هي طبعا كل حاجه بيكون ليها حاجه، يعني كيكه الحليب بيكون ليها حاجه، وكيكه الزبادي بيكون ليها حاجه. كل طريقه بتختلف عن التانية، وطبعا برضو الطعم بيختلف. لكن كيكه الزبادي حرفيا يا جماعه في منتهى الجمال. وعايزه نقول لكم بقى كده احنا داخلين كده بقى في جو الشتاء، فعايزه نقول لكم اللي هو الكيكات والحاجات دي وان شاء الله هنعمل يعني مع بعض على القناه فيديوهات كتير للكيكات. ما شاء الله اللهم بارك، يعني الصينيه حلوه قوي يعني. بس انا برضو باكد عليكم ان هي مش هتكفيكم، وطعمها والله يا جماعه حرفيا في منتهى الجمال. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفه بتاعتي وتطلع كمان احسن مما انا قلت لكم عليها. ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي. بقى كده حطوا لي اللايك، واللي مش مشترك في قناتي يشترك، قناتي صغيره وانا مش هكبر الا بيكم. وما تنسونيش كمان في دعوه حلوه من قلوبكم، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، هتوحشوني.